الجو حر قلت ما فيش غيره ايس كريم المانجا، نعمله حاجه جميله ولذيذه وسريعه 10 دقايق. اعملي مع على وفرح حاجه في منتهى الجمال. يلا بينا نشوف الفيديو. حطوا البصمات، ما تنسوش البصمه. تعالوا بينا على الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى يا رب يوم عليه افضل الصلاه والسلام. تعالوا الايام دي بقى معانا كمان عملنا العنب وقلنا ازاي نستخدم الزبيب في الايام دي. برضو عندنا الوقت اللي موجود الموسم بتاعه المانجا بقى عندنا بنجيبها ونعينها في الديفريزر زي ما انتم شايفين كده. انا خرجت واحده كبيره كده، سبتها لما تفك وعصرتها زي ما انتم شايفين، عملت لي حوالي كوبايتين عصير. هعمل بيها النهارده بقى الايس كريم. جبت كمان معايا كريمه خام حوالي 125 جرام، دول 125 جرام كريمة خام. هضيفهم على المانجا واحط عليهم نص كوباية سكر، وهحطهم في الخلاط واضربهم مع بعض وارجع لكم تاني. تعالوا بقى وشوفوها معايا بعد ما ضربناها عاملة ازاي. ما شاء الله جميلة جدا جدا. شايفين السمك بتاعها خطير اهو، شايفين حاجة جميلة جدا 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 اهو. شايفين ما شاء الله ممتازة في ثواني في البيت، واعمليها في ثواني بدون مواد حافظة، وحاجة جميلة جدا جدا في البيت زي ما انتم شايفين. وكمية معانا وفيرة جدا جدا، يعني بنوفر منها كمية كبيرة. شايفين اهو ما شاء الله. شايفين السمك بتاعها قبل ما تتحط في الديفريزر. حاجة جميلة وحاجة خطيرة. مش هتاخد حوالي ساعة او ساعتين في الفريزر وهتجمد تبقى ايس كريم. شايفين الحلاوه دي؟ حاجه في منتهى الجمال. صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. يلا وصلوا الفيديو ده ل 200 لايك. كنت سعيده جدا مع حضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.